مشاهدينا بنرحب بحضراتكم مرة تانية. دائما ما نتحدث عن الدور اللي بيلعبه الإعلام في المجتمع المصري، وبنتحدث من هو الإعلامي، هل هو من درس الإعلام أو من يمارس مهنة الإعلام لسنوات طويلة، لكن ما بنتحدثش أبدا عن سن الإعلامي. ضيفنا النهاردة ملقب بأصغر إعلامي في مصر. هنعرف تجربة مصطفى وهنعرف أكتر عن سر اللقب اللي هو وصل له ده، أصغر إعلامي في مصر، من خلال لقائنا النهارده. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا استاذ مهيثم. صباح الخير يا استاذ محمد. مصطفى، لو بدأنا بالحديث عن موهبتك، مين اكتشف الأول هذه الموهبة وازاي أثقلتها؟ أنا من قرية، والدي وجهني في البداية. طبعا في أي قرية بيبقى التوجيه لحفظ القرآن الكريم، فده كان سبب ان انا اكمل في ان اقرأ وافهم وابدي رأيي في كثير من الامور الموجودة على الساحة. بدأت اتثقف اكثر، بدأت اكتب مقالات، بدأت ابعت مقالاتي، بدأت تلفت النظر جدا من رؤساء التحرير ومن صحفيين وكتاب كبار جدا. بدأت الموهبة تتنمى، كل ما أقرأ أكثر كل ما يكون عندي دراية أكثر بالأحوال الموجودة في المجتمع. يمكن يعني سبب سعادتي وسبب نجاحي هو القرآن الكريم. بس. طيب، عمرك 16 سنة يا مصطفى، وبتتكلم عن تجربتك على إنها سنوات طويلة، فهي بدأت إمتى ممارسة، لو قلنا يعني مجازا، مهنة الإعلام؟ من وأنا عندي 10 سنين بدأت أقرأ في كثير جدا من الكتب. بدأت هي يعني الموهبة بتولد مع الإنسان، لكن الإنسان هو اللي بينمي موهبته وهو اللي بيكبرها. في ناس كتيرة جدا أفضل مني وأحسن مني، ربما يكون مش لاقي الفرصة، ربما تكون الموهبة موجودة عنده لكن هو مش قادر يستغلها صح. لكن أنا يعني بحاول أن أنا دايما أكون في طريق التميز، في طريق التفوق، وعندي إصرار رهيب جدا أني أكون حاجة مميزة في المجتمع فيما بعد إن شاء الله. يا مصطفى، يعني يمكن مهيتاب وصفتك في الأول بأنك أصغر إعلامي. طيب، إعلامي يعني في أني أو في أي نوع من المجالات أنت تخصصت؟ يعني أنت بتقدم برامج، بتكتب في صحف، تعاملك مع أي باب من أبواب الإعلام أو أي؟ ماليش تخصص لحد دلوقتي. ربما أنا أكون في موضع هاوي أو مؤدي، مش بروفيشنال، لكن في القريب جدا هيكون لي برنامج تلفزيوني هقدمه. حاليا بيكون لي مقالات في الصحف. محتاج يعني أنا ليا رأي، يعني أيا كان، حتى لو هنشر في جريدة ملهاش صوت، ملهاش انتشار واسع، لكن لازم أن يكون لي رأي في الأحداث الموجودة على الساحة. بحاول أن أنا يعني أمتع ما أقوم به أن أنا أقرأ وأكتب وأبدي رأيي في الأمور الموجودة على الساحة. طيب مصطفى، احنا زي ما قلنا عمرك 16 سنة. يمكن الكثير من هواة مهنة الإعلام بيكون لهم محاولات كثيرة عشان ينشروا المقالات بتاعتهم في العديد من الصحف. فقول لنا ازاي كانت تجربتك سهلة لدرجة ان انت يعني في السن ده وقدرت ان انت تتعامل مع العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية، بالرغم من انك ابن محافظة الغربية، فانت حتى مش الدقهلية، فانت حتى مش مقيم في القاهرة. ازاي قدرت توصل للقنوات التلفزيونيه وللجرائد المختلفه؟ اي حد في مصر عامه عشان يشتغل في حاجه مميزه بيبقى معاه واسطه. انا معايا واسطتين، الواسطه الاولى ربنا سبحانه وتعالى، والواسطه الثانيه موهبتي. صعب جدا ان انا اوصل للجرايد، صعب جدا ان انا اوصل للتلفزيون، لكن من خلال مقالاتي اللي بكتبها اصبحت ملفتة جدا للنظر. بدأ يجيني مكالمات من كتاب كبار في الصحف: هل انت فعلا يعني سنك صغير؟ طب ازاي عملت كده؟ طب ازاي وصلت؟ فبدأت أبعت مقالاتي وأبعت تصريحاتي، وبدأ يكون في إعجاب كبير جدا. بدأ يكون لي علاقات قوية جدا في الوسط الصحفي. بدأت أعمل انفرادات قوية، بدأت أقابل شخصيات مرموقة في منطقة صناعة القرار، شخصيات مرموقة في المجتمع، ساعدوني جدا أن أنا أوصل للمكان اللي أنا فيه دلوقتي. لكن أنا لسه ما بقتش إعلامي ناجح إلا لما يكون عندي برنامج وأتميز وأثبت جدارتي في المجتمع. طيب، الصحف اللي اتعاملت معاها مصطفى صحف واسعة الانتشار، يعني ليها قراء، وكالات الأنباء اللي بتتعامل معها برضو نفس الموضوع؟ أنا ليا يعني مقالات في اليوم السابع، ليا تصريحات لأكثر من جورنال. عملت حوار مع أخبار النجوم نزل الأسبوع ده إن شاء الله. ليا تصريحات يعني وكالات كتيرة جدا بدون ذكر أسماء، لكن أي حد يقدر يدخل على النت يقدر يوصل لها.
عملت وعي جدا. في ناس كتيرة بدأ الحاجات دي تلفت نظرهم. ويعني أنا الإعلام اللي أنا عاوز أشتغل فيه مش إني أعمل إعلام إثارة، أنا نفسي أعمل في إعلام إنارة، ده هدفي. طيب مصطفى، انت اتكلمت انك بتحضر دلوقتي لبرنامج تلفزيوني، واحنا عارفين طبعا في السنوات الماضية بالذات منذ ثورة 25 يناير واحنا بنتحدث عن دور الشباب في المجتمع وفي التغييرات السياسية اللي بتمر بيها البلاد، لكن مش بتقلق انك لما يكون ليك برنامجك التلفزيوني ممكن ما يكونش فيه مصداقية قوي عند بعض من الناس، يقولوا ده لسه عنده 16 سنة وبيكلمنا في السياسة وبيكلمنا في الاقتصاد، هل هو عنده الخبرة الكافية انه هو يكلمنا في الموضوعات دي؟ لا، هو ربما تكون فكرة برنامجي اللي إن شاء الله هقدمه هتكون متناسبة مع سني، إنه أنا أقدر يعني أجمع بين سني وبين موهبتي. أنا إن كان عندي ثقافة سياسية، ثقافة عامة، فدي تقدر تفيدني وإني أنسق بين سني وثقافتي. لكن حكاية المصداقية دي، إحنا شعب ذكي جدا، والمواطن المصري البسيط يقدر يفرق ويقدر يعرف مين المواطن، مين الإعلامي اللي عنده مهنية، ومين الإعلامي اللي عنده حيادية، ومين الإعلامي المنافق، ومين الإعلامي اللي بيجامل نظام أو بيحابي نظام. فإحنا شعب ذكي جدا، ومش سهل إن أي إعلامي يضحك عليه. يعني المواطن المصري البسيط الغلبان ده يمكن عندنا في القرى لما يبقى قاعدين في قاعدة كده ده يقدر يحل المشكلة، ما يقدرش يحلها دكتور جامعة. فاحنا المصريين أذكياء جدا ويقدروا يفرقوا بين الإعلامي المهني والإعلام غير المهني. طيب، بما انك تكلمت على المهنية مصطفى، بالطبع انت عارف ميثاق الشرف الإعلامي، انت شايف من خلال متابعاتك او قراءاتك حتى في الصحف او على المواقع الالكترونيه التابعه للصحف كمان، شايف ان في التزام بهذا الميثاق حتى من جانب قنوات، لو اتكلمنا على قنوات عربيه او حتى قنوات مصريه؟ لا، الحقيقه موجود انتهاكات كثيره جدا. ولما اجي اتكلم عن ميثاق الشرف الاعلامي، ما اقدرش امارس ميثاق الشرف الاعلامي من خلال حريه مطلقه. أنا أقدر أمارس ميثاق الشرف الإعلامي من خلال حرية مسؤولة، اللي هو ميثاق الشرف الإعلامي. في انتهاكات، يعني كان في قنوات كل همها أن هي تثير الفتن، كل همها أن لديها خطاب من الكراهية والعنف والإرهاب. في قنوات تخرج ألفاظ بذيئة تسيء إلى المجتمع المصري، تسيء إلى الحضارة المصرية. التلفزيون المصري تعرض إلى انتهاكات كثيرة في كثير من الأوقات، وده نظرا لتبعيته للحكومة في كثير من الأحيان أو ربما دائما. فكان وانا مش عارف انتوا بتتفقوا معايا في الرأي، كان بيبقى فيه ضيوف غير يعني موفقين مهنيا وسياسيا، وده كان بيجعل المواطن المصري انه يعرض ويبعد ان هو يتابع التلفزيون المصري. فاحنا لازم يكون عندنا ميثاق شرف اعلامي. ميثاق شرف اعلامي ان يكون الضيف محترم، له حق الرأي، له حق التعبير، انه ما يكونش عندي اعلام اثارة، يكون عندي اعلام انارة. في حكمة غربية بتقول if you want to be a journalist be human. إذا أردت أن تكون صحفيا فكن إنسانا، إنك تمارس الإنسانية مع الجميع، وهو ده المطلوب في الإعلام بتاعنا. ولذا فأنا بطالب من لجنة ال50 أن يكون في حاجة اسمها ميثاق شرف إعلامي، إنه الكل يحترم ميثاق الشرف الإعلامي، لأن أنا شايف إنه مصر ما تستاهلش إنه يخرج كثير ممن يعني يرون لكن لا يبصرون، ويسمعون لكن لا يستمعون، ويتكلمون لكن لا يفهمون. فاحنا محتاجين انه يفعل هذا الميثاق للشرف الاعلامي. لكن شايف ان ميثاق لازم يكون حاجة مكتوبة يلتزم بيها الإعلاميون، ولا شايف ان كل إعلامي لازم يكون عارف مسؤوليته تجاه المجتمع، ويكون مهنيته هي اللي بتحكم على هو بيكتب ايه او بيعرض ايه على شاشات التلفزيون؟ هو اوريدي يعني لازم يبقى فيه قانون بيحكمه، يعني لازم يبقى في حاجة زي وثيقة احنا نمشي عليها. لكن لما حضرتك تتكلمي عن إعلامي مهني، دي حاجات هو المفروض الإعلام يكون عارفها. يعني أنا المفروض إن أنا ألتزم بالمهنية، ألتزم بالحيادية، ألتزم إن أنا قدامي مواطن مصري بسيط لازم أوصل له المعلومة صح، ما أضحكش عليه. فهي دي القضية. لكن أنا ما عندكش تخوفات إن ده يؤثر على حرية الصحافة؟ لا، في فرق بين الحرية المطلقة والحرية المسؤولة. لو انا عندي حريه مطلقه هيبقى في انتهاكات، وهيبقى في بذاءات زي ما احنا بنشوف وكتير جدا، وبداوا يظهروا في الفتره اللي فاتت كتير جدا. لكن لازم يكون في قانون علشان الاعلام ده وجهه الدوله،
أعطيني إعلام بلا ضمير أعطيك شعب بلا وعي. طيب المجلس الوطني للإعلام، كان الفكرة دي مطروحة بقالها مدة ويمكن هي موجودة في بعض الدول الأوروبية. تفتكر وجود مجلس وطني للإعلام في هذه المرحلة احنا في حاجة ليه؟ بالطبع احنا في حاجة شديدة جدا إلى وجود مجلس وطني للإعلام، ويمكن سبب المشكلة اللي احنا واقعين فيها التلفزيون الحكومي أو المؤسسات الحكومية إنها بتكون تابعة للحكومة. لكن لو التلفزيون المصري او المؤسسات الحكوميه دي تابعه للشعب، يعني انا كنت بتكلم مع حضرتك بره في الكواليس وقلنا ان ده التلفزيون الشعبي، التلفزيون المصري، مش التلفزيون الحكومي، ان التلفزيون ده ملك للشعب. وبعدين ان لم تكن الحكومه تنتقد في التلفزيون الشعبي وفي التلفزيون المصري، فاين تنتقد؟ احنا في حاجه شديده جدا، وانا اول مره يعني من خلال قراءتي البسيطه جدا ما اسمعش ان في حاجه خارج مصر اسمها وزاره اعلام. انا اعرف ان في حاجه اسمها مجلس وطني للاعلام. دكتوره دوريه شرف الدين يعني شخصيه محترمه جدا، واعتقد انها اول ما جت للوزاره يعني فكروا في الموضوع ده، لكن لحد النهارده لسه لم يفعل. اتمنى انه يكون في مجلس وطني للاعلام علشان نحترم المواطن المصري اللي هو ده مصر، يعني هي دي مصر بمواطنيها. طيب مصطفى، أنت تحدثت عن أداء التلفزيون المصري في بعض الأحيان وليك تحفظات في بعض التغطيات اللي أنت تحدثت دلوقتي عنها، لكن الكثير برضو في الفترة الماضية شايف أن حتى أداء القنوات الخاصة كان فيها العديد من التجاوزات على النواحي المختلفة السياسية، مش من جانب واحد سياسي، بالعكس من الجانبين المختلفين كان في تجاوزات عديدة. شفت التجاوزات دي ولا كان كل تحفظك على قنوات التلفزيون ما يسمى بتلفزيون الدولة؟ يمكن أنا يعني بتكلم عن التلفزيون المصري لأن أنا متواجد حاليا في تلفزيون بلدي، لكن هناك انتهاكات وأخطاء شديدة جدا من الإعلام بصفة عامة، سواء الإعلام المصري الخاص واللي هو بتاع الحكومة حاليا، والإعلام العربي. يعني في قنوات عربية، قنوات بذيئة وحقيرة جدا بتحاول إنها تعمل فتنة في الشعب المصري، كل همها إنها تثير الفتن، وكم كبير من الكذب والنفاق والرياء. طب أقول لك يا أستاذ محمد، أنا في قرية في واحد أنا شفته ولسه بشوفه بعيني لحد النهاردة وما زال اسمه يكتب على شاشات هذه القنوات أنه شهيد. فكل ما أقابله أقول له ربنا يرحمك. طب إزاي يبقى شخص موجود وأنا شايفه بعيني واسمه ما زال يكتب أنه شهيد لسبيل شرعية ولا لسبيل شريعة ولا مش عارف؟ لكنك قلت يا مصطفى من شوية أن المواطن المصري ذكي جدا وبيقدر يعرف الصادق من الكاذب وبيقدر يعرف بالطبع الإعلام المهني من الإعلام المش مهني. إذن إيه المشكلة حتى لو في القنوات دي؟ ما هو المواطن مش هيصدق ومش هيتفرج عليها في النهاية. طب واحنا ليه ما يبقاش عندنا إعلام محترم وإعلام راقي بيحترم المواطن؟ هو عشان المواطن ذكي أقوم أنا أضحك عليه؟ الإعلام المحترم المواطن هيفضل يتفرج عليه، اللي مش محترم خلاص. وهو ده اللي أنا بطالب بيه المواطن المصري، إنه يمكن حتى بيبقى موجود يقول لك في عقوبات للإعلاميين، مش عارف حبس وغرامة. أنا شايف إن احنا نتعامل شوية برقي مع الإعلاميين، لأنه إذا كان في إعلامي أخطأ أو كذب ما تعاملش معاه إلا بطريقة راقية. يعني إزاي؟ أنا طلعت النهاردة قلت خبر كاذب عن جماعة أو عن حزب، وطلع الحزب وقال مصطفى قال خبر كاذب، وطلعت تاني مرة وقلت خبر كاذب وهو طلع وبرر وقال إن الخبر ده غير صحيح. أعتقد إن المواطن المصري ما عادش هيتفرج عليه، يعني هو في إيده ريموت كنترول ما عادش هيقدر يتفرج عليه. فهو ده دور المواطن المصري، انه يتابع الاعلام المحترم، يتابع الاعلام المهني، وهو عارف كويس مين الاعلام المنافق ومين الاعلام اللي عنده رياء. لكن احنا لازم يكون في حد، زي ما احنا عملنا حد ادنى وحد اقصى للاجور، لازم يبقى في حد ادنى لافعال كثيره في المجتمع زي السلبيه والتخلف والجهل، لازم نعمل لها حد ادنى. يعني ما زال مهم جدا انه في حد ادنى وحد اقصى الاجور، لكن لازم نعمل حد ادنى لكثير من هذه السلبيات. طيب مصطفى، خلينا نتكلم عن نوع اخر من الاعلام يمكن دخل مصر من فتره مش بعيده، يمكن بداها احد الفنانين او الممثلين في شكل انتقاد للاوضاع السياسيه، بعدها بدا شخصيات عامه، يمكن شخص بيشتغل في مهنه من المهن او بينتهي المهنه وبدا ينزل بعض السكتشات او
ممكن نسميها تعليقات او نقد عفوا على اليوتيوب، بدات الناس تتابعها وبقى له برنامج، والبرنامج بقى ناجح وليه نسبه مشاهده كبيره. انت شايف ان الاعلام الساخر بيؤدي دور هادف ولا بيستخدم لاغراض اخرى؟ لا، انا من وجهة نظري شايف انه احنا مش واخدين على كده، مش واخدين انه يبقى عندنا اعلام ساخر، لكن هو هادف جدا. ويمكن مثال على كده دكتور باسم يوسف، الاعلامي الساخر المميز، يمكن كان بيوصل رسالة بطريقة ما حدش يقدر ان هو يوصلها. يعني انا ما كنتش متخيل انه في ناس بتتكلم بالطريقة دي، ما كنتش متخيل ان في قنوات وفي ناس بتتكلم وبتحض على الكراهية والعنف وكلها جهل وتخلف كده، ما كنتش اعرف. من خلال الاعلام الساخر ده قدرت اطلع على كثير من هذه الامور. واتمنى الدكتور باسم يوسف يرجع تاني قريب، يعني هو اسم على مسمى، هو فعلا باسم. واتمنى ان يكون في موجود اعلام ساخر. يعني كان في فتره من الفترات كان في جرائد ساخره في مصر واتمنعت. اتمنى ان الاعلام الساخر يعود، لان ده جزء وركن قوي في الاعلام. اتمنى انه يعود. طيب مصطفى، يعني في بعض التجاوزات اللفظيه حتى لو قبلها بيتكتب تنويه ان البرنامج ده مخصص للكبار واللي يزيد سنهم عن 18 سنه، التجاوزات بعد كده تم يعني ايه التعتيم على الالفاظ مثلا لما بتطلع. انت شايف انه فكره التجاوزات اللفظيه في الاعلام الساخر دي شيء محمود؟ للاسف هو التجاوزات اللفظيه مش في الاعلام الساخر بس، ده موجوده في الاعلام. انك تبقى قاعد في برنامج توك شو وتلاحظ ان في شخص من الاشخاص بيدعي انه يملك الدنيا وما فيها، ويدخل على المذيع وعلى ضيوفه ببذاءات وبشتائم لا، الاعلام بتاعنا مش كده، احنا اعلام راقي، وبيبقى فيه مواطن مصري واسره مصريه محترمه بتستحق انها تشوف اعلام محترم. ويجب ان كل دول يحاكموا ويقدموا للمساءله القانونيه. انا مش بعاتب على المذيع، مش بعاتب على الاعلامي، انا بعاتب. بس انت لسه قايل ان لو مش عاجبك حول المحطه، صح؟ اوكي، بس ده مش مبرر انه هو مبرره، هو يقول مش عاجبك ما تشوفنيش. طيب هو يبقى ده كله في ايد المواطن المصري. والبذاءات مش بالالفاظ بس، من بعض الممارسات كمان ممكن تبقى بذيئه. يعني يا ريت نعمل لها حد ادنى، يا ريت. طيب احنا دلوقتي معانا اتصال هاتفي، معانا استاذ بيومي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. احييكم على استضافه هذا الشاب الجميل اللي هو اثار الجميع، ويعتبر في امثله كثيره منه كثيره في المجتمع يعني. تبني هذه الشخصيات او الحاجات الكويسه من الحاجات دي بتشير لانتباه المواطن لسرعه ادائه في الحاجات التعليميه. انا بس بحيي مصطفى واقول له ان ازاي هيوفق ما بين طموحه وما بين دراسته. وشكرا. شكرا. طب هنجاوب على السؤال بعد الاستاذ علاء من طنطا. شكرا ليك استاذ بيومي. استاذ علاء اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ علاء. الحقيقه انا بحيي ضيفكم، واتمنى ان الاعلام بتاعنا ياخد درس الكلام بتاع شاب طامح الجميل ده وينفذ منه، مش نفس الكلام منه ونهز راسنا ونبدا نعمل ايماءات كده، ولو الكلام ناخده نثبته وخلاص، لان احنا للاسف بنسمع كلام حلوه قوي في برنامج عصير يا مصر، انما كل كلام. فنتمنى من النهارده تاخدوا حريتكم فعلا وحريه المسؤوله، والناس تاخد راحتها باستخدام تلفزيون اللي بيتصرف عليهم في الضرائب اللي هم بيدفعوها عشان صوتهم يوصل بكل حياديه بكل موضوعيه. مش نختار اللي احنا عايزينه على هوا المسؤول، واللي مش عايزين على هوا المسؤول نقطع الصوت، نعمل اي حاجه نتوشر عليه، نعمل له اي حاجه معقول زي بنشكر حضرتك. ومعانا دلوقتي اتصال من استاذ سعد. اتفضل يا استاذ سعد. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير، اتفضل. الاخ سعد ابو لبد عضو الفلاحين بصمالوط المنيا. اتفضل، اهلا وسهلا. نهنيكم طبعا ونهني الشاب الصغير دوا، لان دوا طبعا يعني ليه يعني امثال جامده جدا وليه طموحات قويه جدا، ونهنيه ونقول له ان شاء الله يا حاج مصطفى كده ان شاء الله هتبقى اعلامي كتير جدا وتبقى وزير، وان شاء الله تهتم بالفلاحين. انت ابن قريه وانا ابن قريه فلاح، انا بجاهد برضه للفلاحين، وعايزك يا مصطفى كده تجاهد للفلاحين، ترجع حق الفلاح اللي اتنهب
في طبعا وارث وغيره عايزين نرجع الفلاح ايام عبد الناصر وانور السادات، بان اصبح الفلاح يتيم بعد اعتصام السادات. وشكرا لكم جميعا. انت فوق رؤوسنا، كل الفلاحين فوق رؤوسنا يا عم سعد. شكرا ليك يا استاذ سعد او عم سعد من المنيا. معنا اتصال من الاستاذ رجب من البحيره. اتفضل يا استاذ رجب. استاذ رجب. طب يمكن فقدنا الاتصال باستاذ رجب. مصطفى، واضح ان الناس الحمد لله متفائلين وشايفين فيك المستقبل بتاع بكره، يعني لسه كان بيحملك امانه دلوقتي انك انت يعني لما ربنا يكرمك ان شاء الله في المستقبل انك تهتم بالفلاحين، تهتم بالاعلام بشكل او باخر. شايفين فيك نموذج كويس لبكره، زيك وزي في اكيد الاف الشباب المصريين بالطبع فيهم نفس هذه يعني الصفات، لكن كل واحد في المجال اللي بيفضله او بيحبه. طيب مصطفى، يعني كان في سؤال مهتم ازاي اوفق بين طموحاتي. هو كان فعلا احد المتصلين كان بيسالك عن ازاي بتوفق ما بين طموحاتك في المجال الاعلامي ودراستك في الوقت نفسه، واحنا عايزين نتحدث اكتر عن دراستك وسنك عموما. انت لسه يا مصطفى لسه حتى ما عندكش بطاقه انتخابيه، لكن عندك آراء سياسية كتيرة جدا وعندك توجهات سياسية كتيرة جدا وبنشوفها من خلال مقالاتك وكتاباتك. تمام. اتفضلي. عايزينك تكلمنا اكتر عن آرائك دي، كونتها ازاي، بالذات ان انت لسه ما مارستش يعني حتى حقك الانتخابي حتى الآن، ورؤيتك لما شاهدناه في السنتين اللي فاتوا لحد دلوقتي على الساحة السياسية. طيب انا هرد على سؤال استاذ بيومي. هو قال انه في ناس احسن مني، في فعلا ناس احسن مني كتير جدا ومن القرى، بس للاسف مش لاقيين الفرصه. انا اتمنى ان الناس دي كلها يبقى لها فرصه، في مواهب جدا، مصر ولاده والخير مش هينقطع منها ابدا. البلد دي عظيمه جدا بتمتلك كل حاجه طيبه. ازاي هوفق بين طموحاتي وبين يعني عملي ان انا اتميز في الاعلام وبين دراستي؟ دي حاجه فعلا، ويمكن هي دي نقطه رئيسيه او المشكله الرئيسيه اللي بتقابلني. لكن انا ما اقدرش اكمل في الدراسه وما استغلش موهبتي، انا اقدر اوفق بين الاثنين، وادعوا لي ان ربنا يسهل لي واقدر اوفق بين الحاجتين دول. وانا من وانا عندي 10 سنين او 8 سنين وانا بكتب وبقرا ولازم يبقى اطلع هنا واطلع هنا، والحمد لله بقدر اوفق بين دراستي وابدا اوفق بين موهبتي. اتفضل. طيب مصطفى، يعني في بعض الناس، خلينا نتكلم سياسه بقى شويه، ناخد رايك فيها. تحدثوا عن فكره المصالحه الوطنيه بين القوى السياسيه وبعضها البعض. هل الامور في هذه الفتره وهذه المرحله تستوعب وجود مثل هذه المصالحه، أم أن الأمر سابق لأوانه في هذه الفترة؟ أنا أول مرة أسمع عن حاجة اسمها مصالحة وطنية. وبعدين خليها مصالحة. لما أجي أعمل مصالحة، مين يطلب المصالحة؟ الطرف الضعيف ولا الطرف القوي؟ حضرتك شايف مين؟ مفروض الطرف الضعيف هو اللي يطلب المصالحة مش الطرف القوي. ثانيا، أنا شايف أن دي مش مرحلة مصالحة مع القوى السياسية، دي مرحلة مصالحة مع الغلابة، مرحلة مصالحة مع عم سعد، الراجل الفلاح المصري البسيط اللي كلمنا ده، اللي قاعد بيتفرج على صباح الخير يا مصر علشان يشوف فقرة المال والأعمال، ويشوف راتبه هيزيد ولا لا، يشوف هيجيله فلوس من التضامن ولا لا، يشوف أولاده هيتعلموا كويس ولا لا. وهي دي المشكلة الرئيسية. أنا أتمنى أن احنا نعمل مصالحة مع الغلابة مش مصالحة مع القوى السياسية. عايز تعمل مصالحة مع قوى موجودة على الساحة، اعمل مصالحة مع الناس اللي بتحترم مصر، ما تعملش مصالحة مع حد إرهابي، مع حد عنيف، مع حد بيدمر البلد. لكن في ناس موجودة، في ناس موجودة محترمة ولها حق المشاركة السياسية. ويمكن النظام الأسبق اللي هو نظام الحزب الوطني لما انتهى وقمنا بثورة 25 يناير، قلت ما يبقاش فيه إقصاء كامل لكل هذه الأركان. مش كل الحزب الوطني سيء ومش كله كويس، مش كل الإخوان سيئين، في ناس مضحوك عليها. لما المدعو صفوة حجازي اتمسك، أنا لا يعنيني إنه اتمسك، أنا ما أعناني إن هو كان بيخطط إن هو يهرب بره مصر. فبدأت أكلم الشباب أقول لهم يا شباب أنتوا مضحوك عليكم، يعني هو رايح يهرب بره مصر بيقول لكم جهدوا باسم الدين وباسم الشرعية ودمكم كله بيروح هدر. لا، احنا لازم نستغلكم صح في ان انتوا تفيدوا البلد، يكون عندكم انتماء للدين وانتماء للوطن. مصطفى، احنا بنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى لك المزيد من التوفيق ان شاء الله في البرنامج اللي انت بتحضر له ان شاء الله، ودايما كده نستضيفك ومزيد من النجاحات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا.
بنشكركم مشاهدينا، تابعوا معانا فقرات صباح الخير يا مصر مستمرة حتى 10.